مشاهدينا الاعزاء في كل مكان، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته، واهلا ومرحبا بكم. في حلقه اليوم حنتحدث عن خساره القمه السودانيه الهلال والمريخ في دوري ابطال افريقيا ضد معمول سان داونز والترجي الرياضي التونسي. في البدايه اذا انت جاي تسمع مني لعبنا كويس لكن الهزمه عدانا، انا اطمنك انك ما حتسمع مني، لانه الكلمه دي ما عندها اي مينين. احنا عندنا احنا لينا سنين بنقول في نفس الجمله دي، لعبنا كويس لكن الهزمه عدان. لكن الظاهر في خلل او في مشكله في كورتنا السودانيه نفسها، لانه نفس السيناريو قاعد يتكرر بالكربون. كل سنه فشل في فشل في فشل، فشل في اختيار العناصر، فشل في التشكيل، فشل في التغييرات، فشل في اداره المباراه. شاهدنا من زمن هيثم مسهو وفيصل العجب، احنا كان عندنا مشكله دائما في المجموعات، اولى من نسل المجموعات تحديدا، ونلاقي انديه شمال افريقيا زي الترجي والاهلي المصري، ولا لما نلاقي الفرق الفيساوس ولا ويست افريقيا زي مازيمبي تي بي مازيمبي او سان داونز الجنوب افريقي. ونفس الحكايه كل مره بتحصل، قاعدين نخسر ونطلع من المجموعات. وتاني السنه اللي بعدها وتاني السنه اللي بعدها برضه نتفاعل نقول احنا هنكون افضل، لكن برضه نفس السيناريو بيتكرر. الحاجه الدار اقولها على الورق صح، الترجي التونسي ومعمول سان داونز هم المرشحين، انه هم الفريقين المرشحين ل يفوزوا في مباراه المريخ ومباراتهم ضد الهلال. لكن تعاقدات الهلال والمريخ خلت السقف يكون كبير جدا، وخلت انه الناس تتوقع انه نقدم مستويات كويسه او الاقلها يعني نطلع بالتعادل في المباراتين. لكن ما حصل نفس السيناريو، وخسرنا المباراتين يمكن بنتيجه واحده. الهلال خسر ب1-0 وبرضه المريخ خسر ب1-0. المريخ خسر بسبب خطا كان من الحارس، خطا كان فردي وشروط ذهني كان واضح من الحارس. وفي نفس السيناريو حصل برضه مع الهلال. الهلال برضه خسر بسبب خطا الحارس والخطا المدافع بوجبا او لاعب الوسط المدافع بوجبا. فهو يعني تحس انه اللاعب السوداني دائما عنده مشكله في عنده مشكله في التكتيك، وعنده مشكله دائما في تحديدا في الشروط الذهني، وده كلنا تابعناه في المباراه دي. برضه شفنا لاعب الهلال الطيب عبد الرازق كان بيطرد من المباراه بسبب انه كان يعني ممكن الفاول ما يرتكبه، يعني كان المخالفه يعني ما بتستوجب اي مخالفه، لانه في لعيبه كان ممكن برضه يقفلوا معه او يضغطوا مع اللاعب، فكان ما محتاج لانه يرتكب الفاول ده. فدي كلها يمكن من المشاكل اللي قاعد تحصل لنا في شروط ذهني واضح جدا في كورتنا السودانيه. اللاعب السوداني الظاهر تكتيكيا ضعيف جدا، وده وضح لنا في مباراه القمه في دوري الابطال بداية المجموعات حاليا وفي السنوات الفاتت. يعني نفس السيناريو قاعد يتكرر بالكربون كل سنة. فالحاجة دار أقولها إنه لأنه مشكلة تكرر كثير وبقت يمكن مزمنة معانا وبقت بتتكرر كل سنة، فإحنا بجد محتاجين لوقفة في الحتة دي، محتاجين إنه ننشئ لعيبة ونصنعهم صناعة، يعني لأنه كرة القدم الآن أصبحت صناعة، ونتجاوز مرحلة اللعيبة اللي بنجيبهم وكل مرة يرفعوا ضغطنا ويطلعوا بخسائر بدور المجموعات. وانا عندي سؤال في الحته دي، وين المحترفين البرازيليين بتاع المريخ اللي كان فلقونا بهم في الايامات اللي فاتت؟ وهو نفس السؤال، وين اللعيبه اللعيبه اللي جابهم الهلال، المحترفين اللي جابهم الهلال وينهم؟ ما شفناهم. وين عماد الصيني اللي كان مصدين رؤوسنا بهم؟ يعني الظاهر انه الميديا السودانيه شغاله نفخ في الفاضي، والنتيجه ظهرت الليله. يعني واضح انه كان في تفخيم للعيبه وكلنا شفناهم في ارض الملعب، يعني ما في لاعب صنع الفارق في الناديين الهلال والمريخ، وواضح انه اللعيبه المحترفين اللي جابوهم برضه كانوا عاديين. مشاهدينا الاعزاء، الى هنا نكون وصلنا لنهايه حلقه اليوم، والى اللقاء. اذا كنت جديد في القناه، اذا اول مره تتابعنا، فنرجو الاشتراك وتفعيل جرس التنبيهات، والى اللقاء في حلقات اخرى. مع السلامه.